السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيكه اللي كتجي رائعه وكتجي معلكه ديال الكركاع والقرفه سكنجبر. هنا عندي 250 غرام ديال الكركاع اللي مهرمشه كيف كتشوفوا. نضيفوا ليها تقريبا معلقه ديال الزنجبيل، معلقه كبيره، ونضيفوا ليها معلقه صغيره ونص ديال القرفه. كيعطي واحد المذاق غزال بزاف القرفه، والبركه الله. ونضيفوا كنضيف واحد المعلقه ديال الشوكولاط غبره كاكاو مر باش كيعطينا داك اللويين. ودابا غادي نخلطوا البيض. عندي 4 البيضات، بسم الله، بدرجه حراره المطبخ. درنا 4 البيضات، نخلطوا معنا هادشي هكا. نضيفوا واحد فاني، نضيفوا واحد قبيصه ملح، وغادي نضيفوا كاس ديال السكر سنيده، كاس كبير، ولا زلافه صغيره. غنخلطوا دابا ثم كيطلع لنا البيض مزيان. دابا غنضيفوا كاس ديال الزيت، ونخلطوا بالطراب. وغنضيف دانون طبيعي. شوفوا الخليط ديالنا كيولي. دابا غنضيفوا العلبه ديال دانون مسوس، دانون طبيعي. هانتوما بعد ما درنا دانون وخلطنا الخليط ديالنا، دابا غنستعملوا غير الطراب اليدوي باش البيض ما يهبطش. غنضيفوا دابا هاد الخليط ديال الكركاع والسكنجبر والقرفه، نخلطوه شويه من تحت للفوق. باش كتجي هاد الكيكه رائعه وكتجي غزاله وبنينه بزاف. الكركاع يمكن لكم ديروا الكميه حتى نص كيلو، كتجي غزاله. انا كان عندي يلاه 200، منين وزنت الكركاع كانت عندي 250 غرام. بالنسبه للدقيق لحسب الخليط، يعني ما خصوش يجي قاصح. انا عندي هذا الكاس ونجرب ندير. ونضيف 16 غرام ديال الخميره حلويات. دائما نخلطوا من تحت لفوق. هو الخليط ديالنا كيف كيجي، مخصوش يجي قاصح، يجي خفيف باش كتجي الكيكه معلكه. هانتوما انا عندي هذا المول هذا اللي يدخل الفران، اللي دهنتو شويه ديال الزبده ودرت له الدقيق اللي غادي نصب فيه الخليط ديالي. ودابا غندخلوها مباشره للفران على درجه الحراره 180 درجه، وعلى حسب تقدر تاخذ لكم من ساعه حتى 45 دقيقه في الطياب، على حسب درجه، على حسب كل هو الفران ديالو.
وهي الكيكه ديالنا بعد ما وجدات بالصحه والراحه، اللي كتجي بنينه بزاف بزاف، واحد المذاق غزال. وما تنساوش دعمونا وديروا الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصل لكم دائما الجديد. وشكرا لكم. ركضنا بسرعة إلى قطار آخر وأعادني. أنا فعلا كنت مستعدا للدفع، لكن بكل بساطة لم يسمح لي. هذه القطارات ساحرة جدا، كأنك تشاهد أفلاما بدقة 4K أو 8K.